وسام عمله نابليون بونابرت وفازت بيه دكتوره مصريه. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منح الدكتوره جيهان زكي وسام جوقه الشرف، وده اعلى وارفع وسام مدني في فرنسا. وبترجع حكايه الوسام لسنه 1802 لما نابليون بونابرت قرر يعمل وسام يديه للشخصيات اللي بتقدم انجازات استثنائيه في مجالات الثقافه والعلوم والسياسه والعطاء الانساني، سواء كانوا فرنسيين او من جنسيات تانية. وفاز بيه ملوك من اسبانيا وهولندا والمغرب، ورؤساء دول زي بوتين رئيس روسيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر اللي تم منحه الوسام سنه 2020. والسنه دي بتفوز بيه البرلمانيه المصريه الدكتوره جيهان زكي بتوصيه من وزاره الشؤون الاوروبيه والتعاون الدولي الفرنسيه، تكريما لدورها في مجال الاثار والثقافه وتعزيز العلاقات المصريه الفرنسيه في المجالين دول. وهيتعمل حفل رسمي لتسليم الوسام خلال فصل الخريف الجاي في قصر جوقة الشرف في باريس. دكتور جيهان زكي هي عضوة في مجلس النواب المصري وأستاذة للحضارة المصرية القديمة، وكانت المستشار الثقافي السابق لمصر في إيطاليا، ومديرة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، وفازت قبل كده بعدة أوسمة دولية من فرنسا وإيطاليا، أهمها وسام فارس من الطبقة الوطنية سنة 2009 في فرنسا. فوز دكتور جيهان زكي بوسام جوقة الشرف هو تأكيد على أهمية العمل الثقافي كقوة مؤثرة محليا وعالميا.